استهدي بالله بس يا ماما. خلاص انا حلفت. في ايه يا سياده؟ ما انت على طول بتحلفي وتخلفي، فيها ايه يعني لما حلفانك ينزل المره دي كمان؟ تبت يا حبيبتي، تبت خلاص، والمره دي بقى همشي حلفاني وامشي. يعني حبكت التوبه المره دي؟ الامر بيجري يا حبيبي، يا دوب الحق اتوب. طب اجلي التوبه بس كده يعني لمده يومين لحد ما نلاقي حد يقعد مع عمر. يومين؟ انت عايزني اقعد مع عمر بتاعك ده يومين كمان؟ ابدا ابدا. مال عمرينو ده قلب امه، قلب امه ده ملاك، ملاك يا ماما سياده. ياهدي جميله جميله ماما سياده. انا دلوقتي بقيت ماما سياده. ده طهقني في عشتي، ده اساسا كرهني فيكوا كلكم. يعني يرضيكي يا ماما، يرضيكي ان عمر حفيدك ما يلاقيش حد يقعد بيه ويراعيه. ياهدي جميله، وفين امه؟ ما تقعد يا اخويا بيه وتراعيه. نقه امه نقه، امه عندها حاجات كتيره قوي تعملها. لا انا مش فاضيه مش فاضيه، ما تهزريش يا سياده. بصوا انا لقيت الحل. قول يا علي قول. بص يا ستي، انت تقعدي بيه لغايه ما انجي ترجع من الشغل، وبعد كده انجي هتاخده منك على طول. فكره حلوه قوي قوي يا علي. ايه رأيك؟ فكره حلوه قوي. يا سلام، بقى لها شهر كل ما ترجع من الشغل تقول لي هاخده وما بتاخدوش مني. ما يصحش خالص. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ اسالها كل ما بتيجي من الشغل بتقول لي ايه؟ بتقول لها ايه؟ بقول لها مساء الخير يا سياده حبيبتي وحشتيني. وبعدين باخد منها عمر ابوسه بوسه، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي يا عمر هدخل اخد شاور بسرعه عشان جايه تعبانه من الشغل عشان افوق. وبعدين بطلع من الشاور اخد منها عمر ابوسه بوسه تانية، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي عمر علشان انا جسمي فك كده بعد الشاور. وبعدين بعد كده بقول لها معلش يا سياده خلي معاكي عمر لحد ما اذاكر لصولي ومي. وبعدين يا حبيبي بتبقى انت صحيت وعايز تطفح، فبقول لها خلي عمر معاكي لحد ما اطفح ابنك. ولا قبلين بقى يعني ببقى خلاص تعبت وهلكت وببقى هموت من التعب، فباخد منها عمر ابوسه واديهولها واقول لها تصبحي على خير يا سياده انا داخله انام. شفتي بقى انك ظلماها يا ماما؟ يعني بعد ده كله هتقدر تعمل حاجه مع عمر؟ قول لها يا علي قول لها. ما انا بقول لها اهو. يا لنوس عين امك، يا ريتني يا اخويا خلفت ده كربط، كان زماني دلوقتي شربت شربته افيد. ايه ده؟ ويرضيكي يا ماما تحلبي ابنك؟ رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين؟ همشي طالعه شقتي فوق، ولو حد فيكم فكر مجرد تفكير ان هو يطلع عندي فوق هبلغ فيكم البوليس وهعمل لكم محضر ازعاج وهلبسكم قضيه انتوا الاثنين. لا انتوا الاربعه، لا انتوا الخمسه. انتوا الخمسه. انا خلاص زهقت. لوليا اتجننت، ماما بقت شلق قوي. قلبت قوي يا علي، بس تفتكر هي مش عايزه نطلع نخبط عليها عشان ما نشربش من شوربه دكر البط؟ دكر بط ايه؟ ما هو المرق عندك. طيب يا علي معلش ممكن تاخد عمر؟ في ايه؟ تصبح على خير يا لولو. جود نايت قمرين. الحقيني ياما. وبعدين يا انوش؟ ولا قبلين يا جوجو، عملت لعلي الفطار علشان ينزل الشغل وقلت له يقدم لي على اجازه لحد اما اشوف هتصرف في موضوع عمر ازاي. طب بقول لك ايه، ما تخلي عليش يقعد بيه. ايه عليش ده ايه؟ ده متحرش، انت ناسيه ده كان هيغتصب البت بيتشي. يا ستي بالراحه شويه، مش كده. انا فكرت ويا ريتني ما فكرت. ليه؟ اول ما جبت لعلي سيره عليش على اللي جراله رفع لي حواجبه ومناخيره فرشحت ودانه طرطقت وعينه احمرت وبقى شبه السلعوه. بس هو اصلا بقى شبه السلعوه. لا يا جوجو هو اصلا شبه الكونغر، بس بعد ما جبت له سيره عليش بقى شبه الكونغر على السلعوه كده. والله العظيم راجل وذكر وبيفهم. انا مش فاهمه ازاي يا انت عايزه تامني على عيالك مع المتحرش ده. في ايه يا هبه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا حبيبتي هو مظلوم، الواد غلبان. بس اعمل ايه بقى؟ بس يعني بصراحه كده اخر مره جه وقعد مع العيال علمهم البلطجه ورحنا جبناهم من الاسم. صحيح، انا فاكره الموضوع ده. تخيلي لو عمر الصغنون البريء ده سبته معاه في يوم، ممكن ارجع من الشغل يقول لي رضعيني لغزك. تعرفي بقى علي عنده حق انه يقلب سلعوه.
هو عنده حق، فانا سبته بصراحه، ما عملتش اي حاجه، بس انا مش عارفه اتصرف لحد دلوقتي. خلاص انا عندي حل، انت تسيبي لي الواد الحلو ده انا هربيهولك. يا اختي روحي ربي عيالك الاول. اربي عيالي؟ قصدك ايه يا انشي؟ قصدك ان انا عيالي مش متربيين؟ لا مش قصدي يا هبه، بس بصراحه انت وشعبان محتاجين تتربوا من اول وجديد. يا دي لو احنا مفضوحين قوي كده. ايوه. بقول لك ايه يا انجي، عارفه لو انا عندي خبره بتربيه الاطفال كنت قعدت بعمر. انا عارفه يا جوجو، ربنا يخليكي ليه. بس انا عندي فكره كويسه قوي. ليه ما تجيبيش بيبي سيتر؟ انت هتلاقي مكاتب متخصصه على النت. ايوه انا عارفه، الشركات دي للاسف بتاخد الطقطقين. ازيكم يا بنات؟ ازيك انت يا حبيبي؟ اهلا يا سموره. ايه اللي تاخد الطقطقين دي؟ شركات البيبي سيتر اللي على النت. معاكي حق، بس ايه رايك بقى انا هجيب لك بيبي سيتر؟ بجد يا سموره؟ بس لازم تبقى واحده يعني اضمنها او معرفه علشان ابقى مطمنه وانا سايبه عمر معاها. حبيبتي على ضمانتي انا، ومش بيبي سيتر عاديه، دي بترضع كمان. بجد يا سموره؟ طبعا. لا مش مصدقه. طيب ممكن على ما تجيب البيبي سيتر اللي ما حصلتش دي اطلب منك طلب صغير كمان؟ حبيبتي عينيا ليكي. ممكن تاخد عمر ترضعه وتغير له وتكرهه؟ لا عيب 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 ان انا اغير له الا دي ارضعه. يا سموره والله ما عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. سعديه عندي هنا اهي في المطبخ. والله يا انجي انا ما عايزش عنك حاجه، انا كنت شايلها الوقت عوزه بس ما لقيتش اعز منك ولا اغلى منك اديها له. بس هي بتطلع اصوات غريبه قوي يا سموره. طب شم ريحه ولا حاجه؟ لا والله هي لحد دلوقتي زي الفل. طب اكلتيها؟ اصل الصوت ده انا عارفه بيطلع منها لما تكون جعانه. جعانه ايه يا سموره؟ انا والولاد ما لقيناش اكل ناكله بعد ما هي اتغدت. يبقى اكيد انت سايباها واقفه بقالها كتير. يعني ايه؟ هي من النوع اللي بيشتغل وهي قاعد ولا ايه؟ ريحيها يا انجي على قد ما تقدري، ان شاء الله تجيبي لها كرسي بحبل كده، اصل النوع ده لما بيتعب هتعمل زي صاحبتها اللي قتلت الدكتور رؤوف صاحب عمري. وهي دي اللي انت كنت شايلها الوقت عوزه؟ هي دي يا سموره؟ هي دي الهديه صح؟ والله يا انجي سعديه دي هديه. طب بص يا سموره، انا هقول لك ايه، انا ما عنديش اعز من جوجو، انا هبعتها لجوجو. متشكره قوي يا سموره، ربنا. عرفتونا انتوا وعيالكم واللي قاليكي، عرفتونا في ايه؟ مهما نخدمتم ما بيتمرش فيكم، نعمل فيكم ايه؟ شايلين خلاكم وزبالتكم. ده ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ كل ما يطلع لنا في عفريت. هي الدنيا بص كده ليه؟ لا عارف ايه؟ يا مي يا سولي، احنا هنا يا بابي. هنا بتعملوا ايه؟ مستخبيين من ايه؟ تعالى يا علي، تعالى خد لك ساتر معانا، تعالى. ليه؟ هي الحرب هتقوم؟ لا هي قامت خلاص، قامت. فين دي؟ وراك يا علي. سلام قول من رب رحيم. ايه ده؟ انت اشتريتي دبه يا انجي؟ طب احنا هناكلها منين دي؟ لا وانا عارفه اربي عيالك لما اربي دبه يا علي. انتوا بتقولوا عليا ايه؟ لا 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 مفيش حاجه، دي طلعت بتتكلم كمان الدبه. يا علي دي بتقتل كمان، بتقتل. مش عاجبك انت كمان ولا ايه؟ يا ولالات الادب يا جزم. شفتي يا كوكي؟ شفتي المعاناه اللي انا عايشه فيها؟ لا 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 لا، انا بجد مش قادره اتخيل، مش قادره اتخيل ان في واحده بالمواصفات دي، لا يمكن. لا في يا كوكي، في، واسمها سعديه. طب وانتي عمر سايباه فين دلوقتي؟ عمر سايباه مع علي في البيت. يا خبر ابيض، فكرتيني، ده انا نسيت اقدم له على اجازه، كنت هنسى نروح في داهيه. ايه يا انجي، معقوله برضو الكلام ده؟ هتفضلوا كده كتير؟ يعني انت تشتغلي يوم وسعالي يقعد بعمر يوم، وبعدين انت تقعدي بعمر يوم وسعالي يشتغل يوم، هيدي بادي كرم الزبادي، ما ينفعش. اعمل ايه بس يا كاميليا، اعمل ايه؟ ما هو لحد اما اشوف واحده كويسه وبنت ناس كده. تقصدي ايه؟ اقصد نفسي الاقي واحده تكون كده اموره مريحه، وشها شرح، بتضحك على الصبح، لحسن قلب ام عمر
قرب يكره صنف الحريم من تحت راس سعديه دي. ايه يا انجي، ايه يا انجي يا حبيبتي، انت لحد امتى هتفضلي تتعلمي مني؟ انت اتهبلتي يا انجي؟ يعني علشان سي عمر بتاعك ده ما يكرهش صنف الحريم تضيعي جوزك؟ اضيع جوزي ازاي؟ في ايه يا كوكي؟ ايه دخل علي بالموضوع؟ انجي انت بتستهبلي ولا انت هبله ولا اتهبلتي ولا ايه؟ والله انا ما كنتش هبله، بس من كتر قعدتي معاكي في المكتب غالبا كده قلبت هبله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا كوكو، خلاص يا كوكو. ما سكتش غير لما كان سندوتش الشاورما بتاعي. خلاص يا حبيبي. بص بقى يا علو، انتوا البيبي سيتر اللي هتنقوها دي لازم تنقوها على الفرازه. حاجه كده تكون حمار وحلاوه، حلاوه وحلاوه. ها؟ ما تقوم بقى تعمل لي سندوتشين حلاوه. لا ما عندناش حلاوه، في بيض اسلق لك. يا ابني افهم بقى. افهم ايه يا حسين؟ انت جاي تغني عليا؟ انا بلاغيك في الصح. انا عندي ليك حته دين واحده، مزه حاجه كده هادي على زبادي. طالما مزه بقى يبقى استحاله انجي ترضى انها تخش البيت من اساسه. في الحاله دي انت تعند وتصمم على البيبي سيتر. وطالما صممت بقى انجي هتقول لي طلع الورق العرفي اللي بينك وبينها. الله، طب ومين هيقول لها ان في ورق عرفي اصلا؟ انا عن نفسي مش هفتح بقي. انت كمان عاوزني اتجوزها عرفي يا حسين؟ امال يعني حلوه الصاروخ اللي هيجي يقعد معاك في البيت ده طول النهار؟ مش لازم تكتب حتتين عرفي كده؟ ها؟ وكمان عاوزني اتجوز واحده في نفس الشقه اللي عايشه فيها مراتي؟ امال هتعمل ايه يعني؟ اتجوزها في شقه تانية. ايوه صح. بص انت حر، اتجوزها في اي حته ان شاء الله في الثلاجه. بس يا جدع انت، انا بهزر. وبعدين جرى لك يا حسين؟ انت تعرف الستات الشمال دول منين يعني؟ انت مش المفروض ضابط بوليس؟ لا خلي بالك انا شقي وعجبك. ها؟ دي اتعرفت عليها في الاسم، كانت ممسوكه اداب. اداب؟ وعايزني ادخلها بيتي؟ انت هتطلع بره بكرامتك ولا اطردك واهزقك؟ بص، ان بعد الظن اسم. اديك شكيت فيا اهو. دي كانت ممسوكه ظلم، يعني البنت طلعت مؤدبه فعلا. لا كانت ممسوكه ظلم ومؤدبه، هاتها. بس برضه اطلع بره. طب تعالى امسك ابنك بقى. لا خلاص خليك، وهات الموز ده. لا يا كاميليا، لا، مش معنى ان انا عايزه اجيب بيبي سيتر شكلها كويس واموره ان علي ممكن يتهفف نافوخه ويفكر يبص لها. يفكر؟ ده مش بعيد يتجوزها عرفي اصلا. لا يتجوز ايه يا شيخه؟ هو قادر على الجواز الشرعي لما يتنقل يتجوز عرفي يعني؟ يا حبيبتي قولي لي اللي بيحصل، طمنيني يا حبيبتي عليكي. في ايه يا كاميليا؟ ما احنا لسه جايبين عيل، انت في ايه؟ انا قصدي انه مش قادر على مصاريف بيت شرعي، هيقدر يتجوز عرفي ويكلف نفسه بيت تاني. غلط يا انجي، تفكيرك كله غلط في غلط. ايه يا انجي حرام عليكي، لحد امتى هتفضلي هبله وعبيطه؟ لحد امتى هتفضلي تستفيدي من خبراتي يا انجي؟ الحمد لله بجد ان انا صاحبتك، الحمد لله. الحمد لله. ركزي معايا يا انجي كده بقى. اوكي مركزه. يا انجي ايه اللي هيخليه يروح يجيب بيت تاني لما حضرتك هتجيبي له واحده لحد عنده في البيت؟ هيعيش مع 2 في 1. ايه يا انجي؟ وبعدين يا انجي انت ما اتفرجتيش على فيلم الشغالات بطولة صلاح ذو الفقار ونيلي؟ ايوه اتفرجت عليه، بس ايه اللي هيجيب نيلي عندنا البيت؟ ايه يا انجي نيلي ايه اللي هتيجي عندك البيت؟ ركزي معايا يا انجي. طيب حاضر. تخيلي معايا المشهد كده، زوم ان وتخيلي وتوغلي وشوفي معايا المشهد. ايه الاداء ده؟ اكشن. باي باي يا لولو، انا نازله. عايز حاجه؟ ايه عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي ما نستغلاش، بس ما تنسيش تاخدي لي اجازه النهارده، اصل ركبي تعبانه ولازم اروح للدكتور ضروري. يا حبيبي يا لولو، سلامتك وسلامه ركبك. حاضر هاخد لك اجازه، خلي بالك من نفسك. ها باي باي يا حبيبتي. هكلمك اسال عليك. يا ركبي. انا نمت الاولاد وسي عمر يقولوا له بيه تؤمر بحاجه تانية. تؤمر بايه؟ اصل ركبي تعباني شويه ومحتاجه ادهنها. سلامتك يا لولو بيه. ممكن تجيبي لي المرهم وتدهنيها لي؟ من عينيا حاضر حالا. تسلم عينيكي يا اختي. هتجيب المرهم وهندهن المرهم، هتجيب المرهم وانا هدهن المرهم، هتجيب المرهم
الله، ما انت كويس اهو. لا اصل السوبرمان اللي جوايا طلع. طب اقعد عشان ادهن لك المره. لا بصي، تعالي كده، تعالي خشي على الترابيز، اصل الترابيز تعباني حبتين. يلا واحده واحده. سلامتك. غنيلي. في ايديك قوة تهد جبال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. يا لهوي. طب تعالي اما اقول لك. ايه سيلولو ادي ركبتي انا اللي وجعتني اهو. طب سيبيني ادهنها لك. ايه ده يا علي؟ انجي، انت ايه اللي جابك؟ اقدر الاخبر جابني، نسيت الموبايل ورجعت اجيبه. انما انتوا يا حلوين بقى بتعملوا ايه؟ كنا بندور لك على الموبايل. يا محاسن الصدف، شوف ازاي وانت تقولي ركبي وجعاني يا انجي، هروح للدكتور. صح؟ اسكتي. ايه؟ مش البت الغلبانه دي وقعت هي كمان وركبتها وجعتها زيي؟ يا حرام، والله صعبتوا عليا انتوا الاتنين، صعبتوا عليا يا علي، ولازم تروحوا للدكتور. انتوا الاتنين هتروحوا للدكتور، بس المرة دي يا حبيبي مش هتروحوا لدكتور ركبة، هتروحوا لدكتور ايه؟ مخ واعصاب. ليه؟ عشان هفتح نفوخكم والعب في اعصابكم. اهدى يا انجي. اهدى؟ حاضر يا علي، انا هاديه خالص. انت بقى تعالى على جنب كده عشان هقزقزك براحتي بعدين. ثانيه واحده، هتوحشيني. الله يرحمك. انت بقى يا حلوه تعالي لي. هتعملي ايه؟ تعالي في حضني. هتعملي ايه؟ انا مش هعمل حاجه خالص، انا هطلع الزماره. ها؟ هتقولي لي زماره ايه؟ هقول لك زماره رقبتك، وهقعد ازمر فيها لحد ما تبوظ. بعد ما تبوظ مش هتنفعي لا رق ولا طبله. هاتي بقى الزماره، هاتي الزماره. الزماره، هطلع الزماره. ولا امشي من غير زمارة يا انجي، اصمر انا بايه دلوقتي؟ ماليش دعوه، سقفي. انا كوكي يا حبيبتي، انا كوكي حرام. كوكي قلب امك. معلش يا كوكي. بس انتي مش قادره تتخيلي انا تخيلت ايه. لا 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 لا، مش عايزه اتخيل خالص، انا مش عايزه اتخيل خالص. كفايه اللي انا حسيته ده. انا لو هموت مش هخليكي تتخيلي معايا تاني خالص. وليه لو هتموتي يا حبيبتي؟ ما انا كنت هموتك دلوقتي، كنت موتك وارتحتي. ايه يا انجي، ارحميني، حرام عليك، ارحميني. امال انا مين يرحمني يا كوكي؟ مين يرحمني انا؟ اعمل ايه؟ ما انتي اللي قعدتي تنبهيني لحاجات انا ما كنتش واخده بالي منها. اي نعم هو موضوع مهم، وانا فعلا كنت ممكن اضيع علي مني، بس انا دلوقتي بين نارين. يعني اعقد عمر ابني من الستات ولا اضيع علي؟ مش عارفه. انجي الحمد لله ان انا صاحبتك، بجد الحمد لله. الحمد لله. انت طلبك عندي. بصي انا بعون الله لما بحط مناخيري في حاجه لازم اجيب اخرها. الله يا ابو كمال، الله عليك. طب قولي ايه؟ انا عرفت طلبك خلاص. انت دلوقتي عايزه واحده تكون يعني بيبي سيتر كويسه مع الولاد، وفي نفس الوقت تكون امينه على بيتك، وفي نفس الوقت تكون امينه على جوزك، صح؟ صح يا كوكي، لايميني عليها والنبي. النهارده بوس رقبتك. سوزي ما تنفعكيش غير سوزي. اسمها بيدي ايحاء انها ارستقراطيه. انا عايزه من ده يا سنبل. انجي طير انت. قال لك يا بنتي ده كان ناعمه قوي. حاضر، ما انا بدهن اهو يا ست سوزي. أنيسة من سرح. حاضر. ايه الدوشه دي؟ دوشه ايه؟ هما العيال فين يا انجي؟ العيال عند مامتك فوق من بدري. في ايه يا علي؟ ايه الدوشه دي؟
معقولة الست سوزي جاية علشان ترتاح عندنا؟ أنا آسفة، الآنسة سوزي مش عايزين نقلقها. احنا اسفين يا انسه. هات لي دواء الضغط بدل ما انت عامل زي خال المعتة كده. خال المعتة؟ طب انا عايز اعرف يعني هو ضغط حضرتك من النوع العالي ولا من النوع الواطي؟ اصل انا جالي العالي. وانا عنه الواطي. الواطي فعلا. معلش يا علي. كفايه رجليا بقى واعملي مساج في ظهري. مساج؟ مش عايزاني افعصلك كمان شويه في السمانه؟ فعصيها بعد المساج. لا ازاي بقى؟ معقوله بعد المساج لازم تاخدي شاور سخن علشان تبقي ريلاكس؟ ما انت شاطره اهو. شاطره قوي قوي. طيب ايه رايك؟ بصي يا حبيبتي، دول 500 جنيه، ايه رايك تاخديهم وتروحي على اقرب مركز علاج وانا هبقى اجي ازورك؟ وانا من ساعه ما جيت هنا وانا مش مستريحه. مش مستريحه؟ لا. من ساعه ما جيتي هنا؟ انا اسفه، حقك عليا والله، حقك عليا. قولي بقى كده، يعني اعتدال دي هتعدل الحال؟ اعتدال هتعدل الحال طبعا يا ام العيال. ايه في القافيه دي يا كوكو؟ حلوة قوي، بس خلي بالك بقى يا سامح من اللي انجي ممكن تعمله معاك لو اعتدال ما عدلتش الحال. لا انجي بتاعتنا هتعمل ايه انجي يعني؟ انا؟ هسكعك على كفاك وابقى خلي الكافيه تنفعك يا سامح. اي نعم، اسألني انا. بقول لك ايه، اعتدال دي قلت لي تقرب لك ايه؟ هقول لك يا ستي، تبقى بنتي عمة خال ام اللي جابني وجارة اخو بنت عمة خال ام اللي جابها. ايه رايك؟ اسود، دي صلة قرابة ولا انتوا بتشتموا بعض؟ لا يا كوكي، هو قصده يقول لك انها بنت عمة خال ابو اللي جابه. يا انجي انت بتشتميني ولا بتشرحي لها القرابة؟ لا يا سامح بتشتمك ايه؟ ده هي قصدها تفهمني ان هي فهمت ان انت قلت لها ان هي بنت عمة خال ابو اللي جابك. في ايه يا كاميليا؟ انت بتشتميه ولا بتشرحي له اللي انا فهمتهولك؟ لا يا انجي، هي قصدها تقول لك ان انت فهمتي ان انا قلت لك انها بنت عمة خال ام اللي جابني. ايوه، ما هو ده اللي انا فهمته فعلا، انها بنت عمة ابو ام اللي جابك. ايه ده؟ ايه يا انجي ده؟ انتوا بتشتميني ولا ايه تاني؟ ايوه بقى بشتمك يا سامح، بشتمك وبشتم اللي جابك وبنت عمة خال ابو ام اللي جابك وام ابو اللي جابك. عاجبك ولا عايز حاجه تانية؟ لا يا انجي، انا كنت بتاكد بس ان انت ما غلطتيش في ماما. اعتدال محمد عبد الحميد خلف الله عبد الشكور متولي العدل. اعتدال والعدل؟ والله ده فالخير. حضرتك معاكي اي مؤهلات؟ يا فندم انا دكتوراه في التنميه البشريه وبعمل ماجستير في دراسات الجدوى واعداد المشروعات الصغيره. دكتوراه والمشروعات الصغيره؟ ده فال تاني احلى من اللي قبله، ما شاء الله. بس انتي يعني صغيره، سنك صغير على دكتوراه. خلصتيها امتى؟ لا ده كان حضرتك من 2 سنين. انا دلوقتي بعمل دكتوراه في القانون. دكتوراه برضو غير الاولانيه؟ ايوه يا فندم. بتاعه المشروعات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد. يعني انا بشتغل صحفيه كبيره وبكتب مقالات، بس الحقيقه معايا يا دوبك بكالوريوس اعلام. حضرتك عارفه ان الناس اللي زي اصحاب الماجستيريهات والدكتوراهات للاسف مش لاقيين شغل. برافو عليكي انك عارفه معلومه زي دي. طيب ليه تعبه نفسك في الدكتوراهات الكتيره دي؟ يا فندم انا قلت ظل دكتوراه ولا ظل حيطه، واديني ابقى جاهزه عشان وقت ما يجي الشغل اكون جاهزه. بيقابليني قصدي. لا ان شاء الله طبعا، ان شاء الله يبقى في شغل كل الدكتوراهات دي. انا كمان بعمل ماجستير، هو اي نعم بقى لي 10 سنين بعمله، بس ان شاء الله ان شاء الله هيخلص. خلينا في المهم، انت عندك درايه بتربيه الاطفال؟ درايه؟ يا فندم انا ماجستير في التربيه. شوفي يا استاذه انجي، انا مش عايزه حضرتك تقلقي خالص. الجدول الزمني المحدد اللي حضرتك عاملاه لي البيبي انا همشي عليه بالمظبوط، الا لو كان محتاج تعديل. حضرتك بتكلميني انا؟ ايوه. جدول زمني ما... لا حضرتك فاهمه غلط. هو انا حضرتك جايه عشان عمر ده بيبي، يعني لسه ما راحش مدرسه ولا جدول ولا حصص ولا اي حاجه خالص. افهم من كده يا استاذه انجي ان عمر البيبي ماشي على حل شعره؟ يا نهار ابيض، ده ماشي على حل شعره وحل وسطه. بصي احنا بيت منحل الحقيقه، يعني عايز ياكل بناكله، بيعيط نغير له، عايز ينام ينام، عايز يقوم يقوم، عايز يلعب يلعب، عايز يعمل بيبي يعمل. بصي براحته خالص، احنا بيت متسيب.
واضح يا استاذه انجي ان ده اول تجربه مع الاطفال بالنسبه لك، مش كده؟ لا خالص، ده انا عندي بلوتين، قصدي تجربتين قبل كده، مي وسولي، ربنا يحفظهم يا رب. ويا ترى بقى عايشين مع حضرتك ولا عايشين في الاحداث؟ لا هما كانوا هيروحوا الاحداث بس ربنا ستر بقى، لحقناهم على اخر لحظه. طيب شوفي يا استاذه انجي، احنا عايزين نتفق على حاجه. انا هعمل جدول زمني محدد للبيبي، هيكون فيه عدد ساعات نومه، فعدد ساعات نوم البيبي ده هيبقى بالنسبه لي وقت فراغ. هحاول ان انا اعتني بباقي افراد الاسره، هشوف البيت محتاج ايه، وهاخد بالي من الاطفال الباقيين، وهشوف اذا كنت ممكن اساعد حضرتك في اعداد بعض الطعام الخفيف. لا حضرتك سيبيلي انا اعداد الطعام الخفيف ده، وحضرتك خليكي في اعداد الطعام التقيل. طيب شوفي يا استاذه انجي، انا برضو لو تسمحي لي يعني اساعد حضرتك في الماجستير اللي بقاله 10 سنين متاخر ده. الماجستير بتاعي؟ حضرتك هتساعديني؟ تعالي خشي في حضن اختك. بجد مش عارفه اقول لك ايه يا استاذه اعتدال العدل، يا ربنا يعدل لك حالك يا رب. بصي انت اللي زيك انقرضوا بجد، ربنا يعدل لك الحال يا رب، بارك لك. ميرسي يا استاذه انجي، بس واضح ان الطفل بتاع حضرتك هادي جدا ما شاء الله. عمر هادي؟ لا هو بس دي الطلعه الاولانيه بيخم، خلي بالك هتشوفي ايام سودة. يا فندم انا دكتوراه. الماجستير ما نفعش، احتمال الدكتوراه تنفع. مين هياكل؟ قمرينو هياكل؟ يا رب تكون اعتدال. سامح، هيا سامح. ايه يا انجي؟ عرفت اي اخبار عن اعتدال؟ ما انا عمال اتصل بيك وموبايلك مقفول. يا ابني موبايلات كويسه اهي وزي الفل. اصل بصراحه ما كانش معايا رصيد. بقول لك ايه يا سامح، مش ناقصاك دلوقتي، مش ناقصه غبائك. في اي اخبار عن اعتدال؟ هقول لك يا ستي، اصل اخو اعتدال عور واد في وشه وجابها له موزه. اما عيله الواد بقى اللي اتعور قالوا لو حد جه من طرفه او شفنا حد من طرفه هنعدمه العافيه، فعشان كده بقى اعتدال مش عارفه تنزل من البيت لغايه بقى ما جه البوليس بقى وقبض على الواد اللي عور الواد في وشه وجابها له موزه. بوليس؟ يبقى كده مفيش غير حسين هو اللي ممكن يساعدني. ماشي غور يا سامح، قصدي سلام يا سامح. شكرا. هنلاقي اعتدال؟ والله هنلاقي اعتدال. يجي قلب امك انت. معلش يا حسين، عشان خاطري حاول تساعدني عشان نفرج عنه. ما اقدرش، انا استحاله اخرق القانون، انا اخرق الاذان وما اخرقش القانون ابدا. طيب يا حسين بالراحه، هدي نفسك، احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي. يعني فلنفرض ان انت ماشي في الشارع بعربيتك واخدت مخالفه فامي مثلا، هتدفعها؟ لا طبعا. اشمعنى دي؟ لا طبعا. لان عربيتي مش متفيمه اساسا. وجهة نظر برضه، وجهة نظر، احرجتني. طيب ايه الحل يا حسين علشان اخو اعتدال يخرج؟ مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان اعتدال تتعدل وتقنع اخوها انه يعمل محضر تصالح مع اهل الواد المصاب. ايوه والله انا بعمل كل ده عشان هي العدله الوحيده اللي جات لي. حاضر حاول اقنعه يشيل الفاميليا، قصدي هكلم اهل المصاب. تمام يا فندم. لا استهانم، انا ابني اتعور ولازم يجيبوا لنا فديه احسن اعورها واخته اللي اسمها اعتدال. لا حضرتك مفيش داعي لاخته اعتدال. خلاص يجيبوا لنا خروف بدل الجرح اللي اتعوره ابني. بصراحه انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، يعني ابنك وشه اتشلفط خالص. لا انا ابني لما اتخانق مع اخو اعتدال ما اتعورش الا خربوش صغير في دراعه. امال ايه الشاش اللي في راسه والخرايط اللي في وشه مولود بيها؟ لا دي امه لما عرفت ان اخو اعتدال علم عليه في المنطقه كملت عليه. امه اللي عملت فيه كده؟ ازاي تخلي امه تعمل فيه كده؟ انت مالكيش دعوه بامه. حاضر
بس يعني انت مش فاهم الموضوع يا حاج. كان خربوش صغير قميص بكم يغطيه، انما امه فضحته في الشارع كده. وبعدين اذا كانت خربوش صغير طلبت فيه خروف فديه، امال امه جابت له ايه؟ 100 ناقه من البعير الحمر. جابتلوش حاجه. طيب طالما ما جابتلوش حاجه بقى، يعني اعتبرني في مقام امه وتسهل معايا شويه في موضوع، يعني مثلا نخليهم ارنبين، نخليهم مثلا فراخ، حمامتين، يعني اللي انت عايزه. والله ابدا استهانت، انا استحاله اخليكي تكوني زي ام الشلحف ده. الشلحف؟ يعني حضرتك تبقى ابو الشلحف. مظبوط. افهم من كده ان احنا خلاص هنتصالح وحضرتك تستغنى عن موضوع الخروف ده؟ استغنى عن انا استغنى عن ابني وما استغناش عن الخروف. الشلحف؟ طب بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر الشلحف. عشان خاطر الشلحف بقى خروفين مش خروف، سنتاحه بقى. سنتاحه وشلحف؟ طيب الخروف الاولاني علشان الخربوش اللي عمله اخو اعتدال، والخروف التاني بقى انا هاخد بيه حقي. فتحي. اهلا وسهلا يا استاذه انجي، منوراني. اهلا بيكي يا اعتدال، تعالي حبيبتي اقعدي. خلاص يا اعتدال اطمني خالص، انا اديتهم كل اللي هم عايزينه، وهم دلوقتي طالعين على الاسم علشان يمضوا محضر التنازل. انا متشكره لحضرتك قوي يا استاذه انجي، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. تشكريني على ايه بس يا حبيبتي؟ ده انتي اكتر من اختي دلوقتي يا اعتدال. يلا انا هسيبك النهارده ترتاحي خالص خالص، وهستناكي تيجي بكره عشان سي عمر اكيد وحشك وانتي كمان وحشتي. ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي! في ايه؟ في ايه يا اعتدال بتلهوتي ليه؟ لا حضرتك، ما هو انا مش هينفع اجي. ليه بس يا اعتدال؟ مش هتيجي بكره كمان؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي! تاني؟ تاني؟ في ايه يا اعتدال؟ لا حضرتك مش هينفع اجي خالص. يا اعتدال ما انا قلت لك ما تقلقيش خالص، محدش هيقدر يتعرض لك من النهارده. لا ما هو الحقيقه يا استاذه انجي انا متقدم لي عريس وهو رافض خالص موضوع ان انا اشتغل بيبي سيتر ده، وشكله كده بيحبني الموجوس. يا مامي شكلها هبله. لا بقى لا بقى يا اعتدال، الجوازه دي لازم تبوظ. نعم جوازة اللي تبوظ يا استاذه انجي؟ ده انا كسر عليكي بربريز النضاره دي. لا ده انا جايبه لينسز ب 40 جنيه، ده انا بهدلك. يا مامي انتي مش هبله بس، انتي طلعتي كمان مجنونه. يا اعتدال حرام عليكي، الجوازه تبوظ بدل ما كل حياتي هي اللي تبوظ. بصي يا استاذه انجي، اهدي كده واسمعيني. الجدول اللي انا عاملاه لكم هتمشوا عليه بالمظبوط. هيبقى عندك مشكله واحده بس في سي عمر. لا سي عمر مش قد كده، سي عمر قد كده. ما هو سي عمر اللي قد كده هو اساس المشكله اصلا يا اعتدال. بصي يا استاذه انجي، انا برضو ليا راي في الموضوع ده. انت من دلوقتي تستثمري فيه، تجيبي توك توك صغير كده وتشغليه عليه. ليه بقى؟ لان هو 2 3 بالكتير وتلاقيه بيشكل في فرح بلدي في كعبيش. يتشنكل ازاي؟ مش فاهمه. لا يا استاذه انجي، يشكل يعمل كده يعني. يشكل مش تقولي طيب يا حبيبتي، وانتي الحاله دي كانت بتجيلك كتير وانتي مع العيال في البيت؟ ليه يا استاذه انجي؟ ما تقلقيش انا كنت مسيطره. لا طالما كنتي مسيطره تمام. اوكي يا اعتدال، ماشي الحمد لله انا طلعت بالعيال سليمه الحمد لله. سلام يا اعتدال. على السلامه يا استاذه انجي. سلام، ربنا يهدك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا مغاوري. يعني الانسه اعتدال ما جاش بقاله يومين، خير يعني؟ لا ما هي خلاص مش هتيجي تاني. الله، طب وهتعملي ايه في اسم النبي حسو سي عمر الصغنن؟ والله ما انا عارفه يا ام السعد، انا محتاسه. طب اقول لك ايه رايك اخده معايا في الحضانه اللي انا اتوظفت فيها؟ ايه ده يا ام السعد، انتي اتوظفتي في حضانه؟ امال ايه، وظيفه زي الفل. طيب والحضانه دي فيها السن الصغير قوي ده، فيها بيبي كلاس؟ دي مليانه بيبي كلاس. كويس. وهي بالمره تاخده في ايدها وهي رايحه وتخلي بالها منه طول اليوم وترجع بيه. بس معلش يعني ان كنت اخوات اتحاسبوا، التلفري حساب تاني خالص. التلفري واخوات؟ طيب وتطلع بكام بقى الحضانه دي في الشهر؟ كلام فاضي والله يا ست انجي، 5000 جنيه بس. 5000 عفريت لما ينططوك؟ ايه 5000 جنيه دول؟ يعني ايه، هو هيتخرج دكتور؟ خلاص يا ستي بلاش، وفري فلوسك واقعدي جنب منه. امال 5000 دول عادوا فلوس. طيب خلاص، سمعت كلام الناس كلها ما جاتش عليكوا يعني،
وهو يوضع سره في ام السعد كملي المثل يا ست انجي. وفي مغاوري جوزها طبعا. ايوه كده، سامع يا متخلف. اذا كنت هدفع لك 5000 دلوقتي يا عمار، هدفع لك ايه لما تروح الجامعه؟